ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يواصل الترجي التونسي التحرك في ميركاتو الصيف بهدف دعم صفوفه قبل ضربة انطلاق الموسم الجديد الذي سيخوض فيه الفريق عدة رهانات محلية وخارجية. وقام شيخ الأندية التونسية بالتعاقد رسميا مع لاعبين وهما حارس المرمى البشير بن سعيد والظهير الأيسر أيمن بن محمد، كما توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم يوسف العبدلي من أجل إمضاء عقد يمتد حتى عام 2026. كما سيستعيد في نهاية الشهر الحالي لاعب وسطه معتز الزدام الذي تألق مع نادي المصري البورسعيدي خلال النصف الثاني من الموسم الأخير. والملاحظ في ميركاتو الأحمر والأصفر غياب الصفقات الكبرى حتى الآن، باعتبار أن الأولوية في الفترة الحالية تتمثل في تقوية دكة البدلاء بأوراق رابحة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تركيزا على الصفقات القوية، والتي ستشمل مراكز الجناح والوسط المكلف بالربط بجانب المهاجم المتقدم. يذكر أن لوائح الاتحاد التونسي لكرة القدم ستسمح للفرق المحلية بالتعاقد مع 8 لاعبين أجانب من بينهم لاعب أقل من 21 عاما، وهو ما سيساعد شيخ الأندية التونسية على التركيز على السوق الخارجية. علمنا من مصدر موثوق أن اللاعب الإيفواري الواعد جون شارل أهوا والبالغ من العمر 22 سنة قد اختار وجهة سيمبا التنزاني رغم التحركات القوية من إدارة الترجي الرياضي التونسي لاستخدامه إثر بروزه الملفت خلال الموسم الكروي المنقضي باعتباره أفضل لاعب بالدوري. وبالتحري في المسألة أفادت أطراف ترجية مطلعة أن إدارة الأحمر والأصفر تحركت لإيجاد البديل لتعزيز الخط الأمامي، وهنالك مفاوضات متجددة مع اللاعب الدولي السابق سيف الدين الخاوي كحل مرتقب إثر نهاية عقده مع خورفكان الإماراتي. إخواننا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد الترجي الرياضي التونسي، والسلام عليكم.